قال المصنف رحمه الله: فصل في شروط الصلاة. وشروط الصلاة طهارة الحدث وطهارة الخبث من البدن والثوب والمكان، وستر العورة واستقبال القبلة، وترك الكلام وترك الأفعال كثيرا، وعورة الرجل ما بين الصرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين، وتكره الصلاة بالسراويل إذا كان فوقها شيء. ومن تنجس ثوبه ولم يجد ثوبا غيره ولم يجد ما لم يغسله به، أو لم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله وخاف خروج الوقت صلى بنجاسته، ولا يحل تبعيد الصلاة لعدم الطهارة، ومن فعل ذلك فقد عصى ربه. ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عريانا. ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت، وكل إعادة في الوقت فهي فضيلة، وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه الفائدة والنافلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه شروط الصلاة، أي الشروط التي لا تصح إلا بتمامها الصلاة. وأول شرط ذكره في هذه الشروط طهارة الحدث، وقد مر الكلام عليها، وطهارة الخبث من البدن والثوب والمكان، وهي تطهير الثوب والمكان والبدن من النجاسات، ومر الكلام عليها. وستر العورة بالنسبة للرجل هي السوأتان وما بين السرة والركبة، والسوأتان القبل والدبر، فيجب عليه سترهما. وما بين السرة والركبة قيل تدخل السرة في تحديد العورة والركبة، وقيل لا تدخلان. إذن فستر العورة، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ زينتنا عند الصلاة، فقال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: لا يقبل الله صلاة حائض، أي بمعنى من بلغت الحيض، وليس معنى من تلبست بالحيض، أي من بلغت الحيض سن المحيض فإنه لا يقبل إلا بخمار. وفي الحديث الآخر: تصلي في خمار ودرع سابغ يغطي ظهور قدميها، فلا بد أن يكون الدرع سابغا، فإن لم تجد ما يغطي أو لم يكن الدرع سابغا تلبس جوارب فتغطي رجليها المرأة. وأما بالنسبة للرجل طبعا، والمرأة كلها عورة ما عدا وجهها وكفيها إذا لم تكن بحضرة الأجانب. وأما إذا كانت بحضرة الأجانب فيجوز لها أن تغطي وجهها وتصلي. وأما الرجل كما قلنا فعورته السوأتان وما بين الركبة، بين السرة والركبة. والشرط الثالث استقبال القبلة، وهي أن يتوجه المصلي إلى بيت الله الحرام، لقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وفائدة هنا أن المسجد الحرام يأتي في القرآن ويراد به الكعبة، ويأتي ويراد به المسجد المحاط بالكعبة، ويأتي ويراد به البلد الحرام. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي الكعبة هنا، وليس المراد به البلد الحرام أو المسجد. ويراد به كما قلنا المسجد الحرام، وهو في قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فأسرى به من بيته أم هانئ، وكانت لاصقة بالمسجد الحرام. ويراد به الحرم كله، وهو قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أي الحرم. ولذلك إذا جاء المشركون إلى الحرم فإنهم يتصرفون عنه. والحرم له أعلام وحدود وضعها جبريل، ثم جددها إبراهيم الخليل، ثم جددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي معرفة هذه الحدود، خاصة لمن كان بمكة ويريد أن يعتمر منها، فلا بد له أن يخرج إلى الحل ثم يحرم ثم يعود إلى مكة. واستقبال القبلة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر.
وقال عمر رضي الله عنه: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت. وهذا لمن كان في المدينة، فإن ما بين المشرق والمغرب له قبلة. أما من كان في المغرب فما بين المشرقين له قبلة. وش معنى المشرقين؟ هدر الفوق، تكلم فوق. شمال وجنوب يسمى المشرقان. لا، شو الشرق؟ مشرق الشمس ومغربها، ما يصح. أحسنت. المشرقان يقصد بمشرق الشمس في وقت الصيف وفي وقت الشتاء، فهي تشرق في الصيف من جهة وتغرب في جهة أخرى، وتشرق في الشتاء من جهة وتغرب في جهة أخرى. ولذلك الله عز وجل قال: رب المشارق والمغارب، رب المشرقين ورب المغربين، أي مشرقي الشمس ومغربيها. فهي تشرق في الشتاء في موضع وتغرب في موضع، وفي الصيف كذلك. نعم. إذن فيكون بالنسبة لأهل المغرب بين المشرقين طبعا، وهو يعني أمر متسع، لأن القبلة تكون في هذه الجهة ولا علامات تعرف بها. نعم. استقبال القبلة. إذا استقبال القبلة، وسيأتي معنا كلام المصنف حول القبلة ومراتب جهات القبلة. نعم. قال: والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين. نعم. استقبال القبلة وترك الكلام، أي أن من شروط الصلاة، وطبعا هو من المبطلات أيضا، أنه يترك الكلام ما سوى القراءة أو الكلام المصلح للصلاة، فيقرأ القرآن ويأتي بالأذكار والأوراد المسنونة في الصلاة، ويترك ما سوى ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى نهى، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام في الصلاة، وقال: إن في الصلاة لشغلا. نعم. وقال: في الطواف صلاة، إلا أن الله قد أباح لكم الكلام فيه فلا تتكلموا إلا بخير. فدل على أن الفرق بين الطواف والصلاة هو ترك الكلام. فلو تكلم بغير ما يصلح الصلاة، الإمام مثلا لو سهى الإمام وسبحوا له ولم يفهم التسبيح فقالوا له: تركت ركعة، زدت ركعة، قمت كذا، هذا يجوز لإصلاح الصلاة. أما إذا كان لغير إصلاحها فيفسد أو تبطل الصلاة. وترك الأفعال الكثيرة أيضا، ما ينبغي للمصلي أن يترك أن يفعل الأفعال الكثيرة في الصلاة، ككثرة الحركات، وربما يمشي أمام ويتأخر وراء، ويصنع ثيابه، ويعدل ساعته، ونظاراته كذا، وخاتمه كذا، يعني ينشغل بالأفعال الكثيرة. فالأفعال إذا لم تكن أيضا لضرورة فهي مخلة بالصلاة. أما إذا كانت لضرورة كقتل عقرب أو حية أو فتح باب لمن كان يطرق عليك والباب بجانبك، فهذا لا يأخذ يعني أفعال كثيرة. وأيضا يحرر المصلي من الانشغال، لأن أنت لو تركت شخص جنبك الباب وهو يدق ويدق ويدق يشوش عليك الصلاة كلها، فلو فتحت عليه الباب لكفيت نفسك من ذلك. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دقت عليه عائشة ففتح لها الباب. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغمز عائشة، بمعنى أنها كانت تنام بين يديه في صلاة الليل، وحجرة صغيرة، فكان إذا أراد أن يسجد غمزها، يعني أشار إليها بيده، يعني تكمش رجليها. وكذلك عرض له الشيطان عليه الصلاة والسلام في الصلاة فمسكه بيده حتى سال لعابه على يده، وقال: أراد هذا الشيطان أن يقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه، فذعته ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه، ولكنني تذكرت قول أخي سليمان: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فتركه. قال الحافظ ابن بطال رحمه الله:
وهذا كلام ملخص لا قال. ومما استخف العلماء من العمل في الصلاة، يعني مما جعله خفيفا وليس كثيرا يبطل الصلاة، أخذ البرغوث والقملة. يعني القملة، تعرفوا القملة ولا ما تعرفوا؟ طبعا كان لي مدار ما عمره ما شاف القملة ولا سمع بها، وعلى قول هذا هي حيوان، هي حشرة من الحشرة. قال لهم الأرنب حشرة من الحشرات، لأنه هو حشرة فأظنها من فصيلته. إذن والبرغوث أيضا هو يعني دويبة صغيرة تقرص وتطير، وقد جاء فيه حديث حسنه الحافظ ابن حجر وعنده رسالة فيه اسمه الطرثوث، أي نعم، في أخبار البرغوث. وقال بأن نبيا من الأنبياء أيقظه البرغوث إلى الصلاة فنهى عن قتله. طبعا نهي للكراهة وليس لله. والقملة ودفع المار بين يدي المصلي، فهذا من العمل الخفيف. والإشارة كإشارة السلام، لو سلم عليك وأنت في الصلاة فأشرت أو أشرت له بشيء خفيفا. والالتفات الخفيف والمشي الخفيف وقتل الحية والعقرب، وهذا كله إذا لم يقصد المصلي بذلك العبث في صلاته ولا التهاون بها. وممن أجاز أخذ القملة في الصلاة وقتلها الكوفيون والأوزاعي. وقال أبو يوسف قد أساء وصلاته تامة، وكره الليث قتلها في المسجد، ولو قتلها لم يكن عليه شيء. وقال مالك، هذه القملة هذه مشكلة، واحد من إخواننا ذهب إلى موريتانيا مرة، فرأى قملة في ظهر شخص هكذا، فأخذها وذهب إلى النافذة ورماها من النافذة، فطلع واحد من الشيبان برا ويبحث عن القملة وين سقطت، وأخذها ورجعها له. قال هذه لو تركتها لصارت عقرب. قال أقتل فاضي. قال ولو قتلها لم يكن عليه شيء. وقال مالك طبعا ولو قتلها، لأنه يشير إلى أنها قتلها في الإحرام غير قتلها في الصلاة. وقال مالك لا يقتلها في المسجد ولا يطرحها فيه ولا يدفنها في الصلاة. وقال الطحاوي لو حك بدنه لم يكره، كذلك أخذ القملة وطرحها. ورخص في قتل العقرب في الصلاة، أو رخص في قتل العقرب في الصلاة ابن عمر والحسن. وفي البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها. ووضع علي كفه على رسغه الأيسر إلا أن يحك جلدا أو يصلح ثوبا. إذن العمل الخفيف لا يبطل الصلاة، لكن العمل الكثير هو الذي يبطلها. قال والمرأة كلها، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة كما ذكرنا. والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين، وقد ذكرنا ذلك. نعم. وتكره الصلاة في السراويل إلا إذا كان فوقها شيء. وإنما كرهت الصلاة في السراويل مع أن سراويل القوم كانت يومئذ سراويل واسعة، ما كانت هذه البنطلونات المحددة للعورة، لأن إذا تحددت العورة ولو بريح كرهت الصلاة في الثوب، فكيف إذا كان هذا الثوب مشخص للعورة؟ بعض الناس لم يكتفي حتى بهذه السراويل، وإنما يسوي لك بين قوسين فيزو ولا اسمه هذا، يعني لاصق على جلده، يعني يأتي وهو مشمر السروال إلى ما فوق الركبتين، فهذا ما يجوز وما يليق بالمسلم الذي يقف، أو المصلي الذي يقف بين يدي الله عز وجل. هذا لو ذهب إلى رئيس جمهورية أو ملك يقف أمامه هكذا بهذا الفيزو ما يمكن، هذا يبات يصلح في نفسه وأحسن الثياب والروائح فالاستخفاف بالعبادة وبشأن الوقوف بين يدي الرب هذا يعني منهج كثير من الناس، الله العافية. ذلك الإنسان يحاول دائما أن يكون في أحسن زينة إذا وقف بين يدي الله عز وجل. خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكما قلنا تكره الصلاة في السراويل لأنها تحدد. فقال ابن رشد رحمه الله وسئل عن الصلاة أي مالك في المسجد الجامع في الرداء والسراويل، فقال لا والله
إن الصلاة في السراويل لقبيحة. فقيل له أرأيت لو توشح الرداء فصلى فيه؟ فقال ما السراويل من لباس الناس، لأنها أصلية من لباس العجم، والعرب كانت لا تعرفها، كانت لا تعرف إلا الإزار. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس سراويل، وإن كان قيل أنه يعني كسبها أو كانت عنده أهديت له أو شيء من هذا، لكن لم يلبسها. والمرأة الأجمل فيها والأفضل أن تلبس دائما سراويلها يعني قبل خروجها من بيتها تحت حجابها، ليكون لها أستر وتكون في منأى عن كشف عورتها. والناس يتهاونون في هذا، يعني كم من حادث يعني سيارة مؤلم فتجد فيه المرأة إذا كانت مستورة يسترها الله سبحانه وتعالى، وإذا كانت مفضوحة والعياذ بالله تفضح عورتها وتصير وتناقل الكثير من يعني في بعض الحوادث الناس صور النساء. طبعا بعض الناس تافهين يعني ليس لهم هم إلا التصوير أي شيء، يعني باهي شهر هذه الأشياء والعياذ بالله يتتبع عورات الناس. ولكن المقصد في ذكر هذا أن المرأة إذا أرادت أن تخرج من بيتها تكون على أتم استعداد للموت، لأنها ربما ترحل في ذلك الخروج، فتكون مستعدة للقاء الله وهي مستورة محتشمة بعيدة عن أعين الشياطين من الإنس والجن. قال وكره ذلك وقال إنما يصنع ذلك ضعفة الناس، وليست السراويلات من ثياب الناس التي يظهرون إلا أن تكون تحت القميص. قال ولقد كنت ألبسه فما كنت ألبسه إلا بعد القميص. إن الحياء من الإيمان. الله أكبر. إن الحياء من الإيمان. وفعلا إذا لم تستحي من الله عز وجل فبمن تستحي؟ تستحي من زيد وعمر؟ ما يسووا لك شيء. ثم قال ابن رشد رحمه الله في موضع آخر قال عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال عمر بن الخطاب جمع رجل عليه ثيابه صلى في إزار ورداء في قميص ورداء. إذن فحسن الهيئة في اللباس هو من شيم الصالحين، وهو الأمر المشروع في الصلاة. بعض الناس يجي يصلي لما يسجد كل عورته منه تظهر، يعني من ظهره، وربما بدا شيء من إليتيه، ايش يصليها؟ يعني هذا والعياذ بالله يعبث. نعم. إذا رأى عورته تبطل صلاته، إذا رأى عورة إمامه تبطل صلاته، أما غيره فيجب عليه غض بصره. نعم. أما إذا كان رأى عورة الإمام فتبطل الصلاة. نعم. ويتجمل بأحسن الثياب والهيئة إلى غير ذلك. نعم. إلا أن إذا كان فوقها شيء. يقولوا زمان يعني من بدأت السراويل الناس كانوا معروف يلبسون السراويل العريضة هذه، وفيه واحد شاب تسوق ذهب من البادية إلى الحاضرة أول مرة فوجد سروال فاشتراه ولبسه، فرأوه أهله جاي قادم فلان مش فلان، فلما وصل عرفوا فلان، قال عندك على قول احنا قال عندك غير زوج كرعين مشي تفرقت بيناتهم، يعني كانوا مع بعضهم مشي سويت بينهم تفرق. نعم. قال ومن تنجس ثوبه ولم يجد ثوبا غيره ولم يجد ماء يغسله به أو لم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله وخاف خروج الوقت صلى بنجاسته. وهذا أيضا ذكرناه أمس، قلنا لأن التخفيف في طهارة الخبث أكثر يعني من التخفيف في طهارة الحدث. فلو أن تنجس ثوب ما وجد ما يغسل به الثوب ولا ثوبا آخر يلبسه وخشي خروج الوقت جاز له أن يصلي بتلك النجاسة محافظة على الوقت خشية خروجه، لأنه لو طلب إزالة تلك النجاسة والوقت ضيق لفاتته فضيلة ذلك الوقت. نعم. ولا يحل تأخير الصلاة لعدم الطهارة، ومن فعل ذلك فقد عصى ربه. إنسان لم يجد ماء ولم يجد ما يتيمم به وخشي خروج الوقت كمسجون أو مربوط أو نحو ذلك، أو مريض مثلا لم يجد مناولا له داخل الوقت ليناوله الماء يتوضأ به أو يناوله ما يتيمم به، قال فهذا لا يحل له تأخير الصلاة،
وانظروا حال كثير من الناس اليوم، يعني يترك الصلاة تأخر للجهل بهذا، ومن فعل ذلك فقد عصى ربه. وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان مع طبعا عمار بن ياسر، وهذا قبل فرض التيمم، أو كان مفروضا ولم يكن عنده علم به، لا عمار ولا عمر رضي الله عنهما. فأما عمار قال فتمرغت كما تتمرغ الدابة، فقاس التمرغ على الغسل. وأما عمر فلم يصلي لأنه كان فاقدا للطهورين، الماء ما عنده والتيمم لا علم له به. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار إنما كان يكفيك هكذا، وأشار بيديه إلى التراب فمسح وجهه ويديه إلى الكوعين. ومن هنا فلعلماء المذهب 4 أقوال في الصلاة وعدمها، أو الصلاة وقضائها، أو عدم الصلاة وقضائها. فقال ابن القاسم رحمه الله يصلي ويقضي، أي يصلي على حالته تلك وهو فاقد للطهورين، فإذا وجد الماء توضأ وصلى، أو إذا وجد التراب تيمم وصلى إذا كان فاقدا للماء. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا قد استطاع أن يصلي ولو أنه فقد الماء والتراب، فاستطاع أن يصلي، فلا يترك الصلاة لعدم وجود الماء والتراب. والقول الثاني طبعا وقد رأى أن القضاء احتياطا في هذا. وأما مالك رحمه الله فقال لا يصلي ولا يقضي لأنه فاقد للطهورين، وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه لما كان مع عمار بن ياسر، لا يصلي ولا يقضي. وهذا كما قلنا الذي فعله عمر، فإن عمر رضي الله عنه لم يصلي لما كان مع عمار، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وأما القول الثالث فهو قول أشهب، فقال يصلي ولا يقضي. والحديث السالف الذي ذكرناه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم احتج به ابن القاسم أيضا، وهو حجة لأشهب لأن ظاهره الاقتصار على الأداء، واختاره كثير من العلم في هذا في المذهب لصلاة الصحابة عند عدم الماء قبل نزول آية التيمم، ولأن عدم الماء قبل شرع التيمم كعدم الماء والتراب بعد شرعه. وأصبغ وهو قول رابع قال لا يصلي ويقضي، لا يصلي في الوقت ولكن يقضي إذا وجد الماء بعد خروج الوقت. وقد نظم بعضهم هذه الأقوال فقال ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكون مذهبا، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وأصبغ يقضي والأداء لأشهب. إذن هذه المواضع أو الأقوال الأربعة في المذهب في قضية الصلاة والقضاء، أو عدم الصلاة والقضاء، أو لا صلاة ولا قضاء، أو قضاء ولا صلاة في وقتها طبعا. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.